يا عريسنا ايه محدش بيشوفك ليه؟ اهلا يا ابو حنف يا باشا، يلا اظهر بقى عالشاشة هنغني يا معلمة حبايبنا يا معلمة. رجب حسين مرة دعاني نروح فرح في الطشطوشين، وخدت شلة من اخواني وابو حنفي جه ما كسفتوش. ساعة دخلنا كلنا كل الفرح قام وقف لنا، شفت الفرح رحت مزقطط. الفرح السواقين السواقين الجدعان اللي بيقفوا للناس واللي ما بيقفوش الناس لا. ابو حنفي ابن حتتنا اجدع حته. سلام للجدعان مبروك يا حاج. المطر راكب تاكسي والتاكسي عدت على ركبي. المطر راكب تاكسي والتاكسي عدت على ركبي. سوا يفتح نفسي تقلب سوا يقول رأيك ايه، وانت حبايبك تسألني باين عليك يا ابو حنفي يا بيه. وقال لي مصر الجديدة يا جمالها أجدع رجالهم رجالها ضربهم دوهم بالها. وقال لي جبل كوبري كوبري واللي ما تمشي هناك حتى تلاقي ناس أهل محبة. قرب هنا جنبي شوية هنخش على العباسية وبعد منها الويلية. وقال لي انا عايز حد يرقصني يا جدعان. يعني خلاص يا بنت انت بقيتي مراتي يا حسن. ايوه يا حود. كان كل منى اعيش عشان اشوف اليوم ده. من ساعه ما لمحتك يا بنت وانا هتجنن عشان اتجوزك. يا اخويا ما بكاش. طب وحياة من جمعنا في سرير واحد دلوقتي. من ساعه ما لمحت عيونك الحلوين وانا كل ما انا اتجوزك يا حسن. ليه يعني؟ السفيرة عزيزة؟ اكتر يا بنت. كان كل الناس في الحاره عمالين يتكلموا على جمالك وعلى حلاوتك، وانا كنت يا دوب لسه واد غلبان جاي من المنصوره. ازيك يا محمود؟ ازيك يابا؟ ازيك يا ابني؟ ان شاء الله بكره ربنا هيكرمك اخر اكرام. طول ما انت بتدعي لي يابا. الله يخليك يا ابني. ايه اخبارك ايه؟ اخبار التحويش ايه؟ اهو ماشي الحال. نفسي ربنا يكرمني ويبقى عندي تاكسي زيك يا عم مسعد. ان شاء الله هيكون عندك باذن الله، بس انت كده يا ابني مفيش حد بيبات من غير عشاء، بس انت جدعان وسيب الباقي الله عليا. اهو اديني بحط المليم على المليم، باكل طقه واجوع اتنين والله يا عم مسعد. بكره ربنا هيفرجها عليك ان شاء الله. ربنا يخليك ليا يا عم مسعد. اطلع ريح يا ابني شويه بقى عن اذنك. الف سلامه. نوم العواف. يا صباح الفل يا قمر يا هانم. طب والنبي هانم ومكانك قصر مليان موبيليا من دمياط. طب اقفل صدرك احسن تموت من هوا الفرن وهوا الشارع. اكل عيش مر يا حسن. اسمعيني بقى واحد شايف ال50. عينيك. اشكر يا دنجل. رزق. يا سلام يا حسن، نفسي في حته تاكسي خلصني من الغلب اللي انا فيه ده. ربنا يديلك ان شاء الله. عم مسعد قال لي ممكن. انت محوش كام لحد دلوقتي؟ يعني قرشين مش بطالين. لا ما انت ما تفتكرش انك هتحوشه كده سات، لازم التقسيط. من اي محل بقى يا نصح؟ من غير ما تتريق عليا وحياة ابوك. لو نقدر نجيب حته من بنك ناصر بالتقسيط يبقى اخر عزم. قلت ايه يا حسن؟ قول لو عرفنا. لو ايه يا حسن؟ يا لهوي. حودة حودة اصحى بقى، احنا بقينا الدور. وبعدين معاكي بقى يا حسن، سيبيني انام شويه. يلا. هو بيأولها ولا ايه؟ شحال لو ما كناش في شهر العسل. شهر العسل ده ايه؟ شهر العسل ده مش بتاعنا، احنا ورانا مسؤوليات. قصة التاكسي ولا انت نسيت؟ يعني ايه بقى يا حسنية؟ عاوزين اشتغل النهارده كمان. وماله؟
احنا مش خلاص حققنا اللي كان نفسنا فيه؟ ما فاضلش غير قسط التاكسي نخلص منه من فوق. ولا انت عايز البنك يحجز علينا؟ انت طول عمرك بتشتغل وما بتكلش، هتيجي في الاخر وتخستع. انت يا بنت انت كان لازم تطلعي افوكات واخر فصاحه. السوق يا حوده. حاضر يا عيون حوده، انا عشانك يا جميل اعمل المستحيل. يخليك ليا يا جوزي عطر. انا حاطه لك سفاحه الميه على الوابور، على بال ما تاخد لك حمام كده وتفوق هكون حضرت لك لقمه تاكلها. انا شامم ريحه فراخ. وبالملوخيه هتاكل صوابعك وراها. احبك. يا راجل حاسب، العسل هيخلص. هو ده عسل؟ ده شرب. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ مالكم يا سواقين الطقس في مصر؟ ما بتقفوش ليه؟ مش عاجبكم شكلي ولا ايه؟ اقف اتدلى ان حد يتدلى ويقف ما يوقفش ليه؟ ليه بس الكلام ده يا عم؟ ما انا وقفت لك اهو. وقفت بعديه؟ بعديه يا اخي؟ طب معلش ايه الهم الازري ده؟ مش عاجبكم شكلي ولا ايه؟ هدي اخلاقك، انت شكلك جميل. اتفضل انا اوصلك الحته اللي انت عاوزها. يا مليح اتفضل. طيب خلاص اتفضل. جرب يا حرمة جربي جرب يا حرمة ايه يا عمده؟ يا عمده يلا يا اخوي يلا يا اخوي يلا ده ليه يلا يا اخوي اوعى تقولي جديد الحيوانات تاني يقطع الجنينه ويقطع الفيل ابو زموله. لا مؤاخذة يا اسطى، اصل ولادي هيحبوا الناس كتير قوي. ربنا يخليلك ويديلك انت. ربنا يخليلك يا عمده. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يا حمادي ولسه كمان عندي هناك في النجح الثلاثة. ربنا يخلي. بسرعة وحياتك يا اسطى عشان نلحق القطر، عشان لسه ما قطعت 6 سكير بتاعتنا. حاضر. شيل يدك يالا. اتعفر. لا ما بدخلش. زيي. انا نزاح. اهلا يا عمده. حط عينيك حط عينيك. ابوي وين بس قدام. لا خليهم ما يا اسطى لحلوح اهو. ربنا يكرمك اخر كرم. ده فتحتني لحلوح كمان. لحلوح عمال ادفع لحلوح من ساعه ما اتدليت. بقول لك ايه؟ نعم. ابقى دلع بلدنا متسيس نجي حمادي. ابقى تعالى واحنا هنكرمك اخر كرم. يا الله. بس عني مطوع عويس الدهل. يزعل بس والف من يدلك على الدهل. مع الف سلامه يا دهل. الله يخليك. يلا يا بيه يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا يلا بيتك يلا يلا. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تنساش الدهل اوعى تنسى. مع السلامه يا دهل. لسه مليحه قوي. يلا يلا يا ولادي يلا قرود. مين؟ أنا حميدة. يا نهار ابيض، الراجل نسي بنته. هو ده بالظبط اللي حصل يا بيه. يعني انت متاكد من الاسم والعنوان ده؟ طبعا يا فندم، ده ابوها بنفسه هو اللي قايلهم لي. ده كان عازمني عندهم في البلد. طب امضي. لا مؤاخذة يعني يا بيه، لو ما فيهاش حاجة ممكن اخد البنت عندي لغاية ما ابوها يجي يستلمها.
ممكن، بس هتكتب تعهد وهتكون مسؤول عنها. حاضر يا بيه، دي هتبقى في عينيا. والنبي يا اختي جوزك باين عليه امير، الراجل يا اختي بيبان من شكله. تسلمي وتعيش، ده بس من ذوقك. اتفضلي ملبساها كمان. كفايه يا اختي، ده انا بقيت واكله 4. ومال واحده كمان علشان كلامك يزيد حلاوه اكتر ما هو حلو. من يد من عدمها يا رب. عقبال كده ما اكل حلاوه عوضك يا حسنيه يا بنت ثانيه يا رب. انت زي اختي، ربنا اللي يعلم. ما يغركيش ان الواحده لازم يبقى لها اهل وعزوه، بالعكس البني ادم مننا لازم الناس تحبه. وشوفي بقى انت يا حسنيه لما الناس تحبك تبقى كل الناس اهلك وقرايبك. مظبوط. والواحده يا اختي مننا لو كل واحده حافظت على جوزها يبقى ليها احسن من عيلتها. ربنا يخليه لي يا رب. استاذن بقى يا اختي انا. انستي وشرفتي. اهلا وسهلا. مع السلامه يا اختي. اتفضلي. مساء الخير يا استاذ فتحيه. يسعد مساك يا اسطى محمود. مين يا اخويا المحروسه اللي انت شايلها دي؟ دي بنتي. بنته؟ هو كان متجوز على حسنيه ولا ايه؟ يخرب بيتك. اهو نصيبنا بقى يا حسنيه. اهي دي بقى اخرة صبرك. يا دنا يا بنتي. هتقعد عندنا يومين يا حسنيه لغايه ما اهلها يجوا ياخدوها. تشرف. الفوطه يا حسنيه. انا بحبك يا بنت حسنيه. وانا كمان يا حبيبي. مبسوطة قوي؟ مش بنتك؟ خدها بقى بحضنك ونام. تعال. لا أنا هنام في حضنك أنت. تعالي يا حبيبتي في حضني ونامي. تصبح على خير. وانت من اهله. ربنا يفتحها في وشك. يا رب. اديني مش سايبك لوحدك اهو، البنت العفريته اللي جوه دي هتسليكي. سلام. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي حببتيه؟ تكسري الازاز، انت مجنونه؟ تعالي تعالي قدامي. اقعدي على الكرسي ده هنا اهو. اتفرجي على التلفزيون. صباح الخير يا حسنية. يسعد صباحك. اتفضلي. اتفضلي يا اتفضلي. هو اللصه ساب لك المحروسه؟ اهي مسليان. النبي يا اختي انت على نياتك. ليه يا اختي؟ يبقى يا اختي الراجل متجوز قبليكي ويضحك علينا ولا يقولناش؟ مين؟ محمود؟ متجوز مين؟ متجوز مين؟ امال مين بسلامتها يا اختي؟ حميدة؟ حميدة يا اختي. اللي عملتيه ده مش عيب؟ طب خلاص بقى، انت كمان زعلانه؟ خلاص
خلاص بقى. لسه زعلانة؟ انت مين؟ أني حميدة، حميدة بنتي، بنتي، وحشتيني يا حميدة، وحشتيني، سامحيني يا بنتي، سامحيني، أنا قصرت في حقك قوي، قوي حميدة، معلش، أبوكي جاهل، لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا حتى يعد، سامحيني يا حميدة، سامحيني، متشكرين يا حرمة قوي. العفو قوي. طبعا ريحتكم على الاخر. قوي قوي. اصل احنا عيله مريحه. ايوه. مريحه قوي. قوي. يلا حصان. بالسلامة. باي باي يا خالة. باي باي يا روح امك. باي باي يا خالد. وانت كمان باي باي يا روح امك. الهي ما يرجعكم. يعني ايه باي باي يا بيه؟ معقول حلاقه جديد؟ معقول يا خالد؟ معقول؟ ازيك يا حميده؟ يا استاذ يا فندي الباقي تعالى خد بالي 10 جنيه. معقوله ما ياخدش بقيه ال 10 جنيه؟ هو حر، اهي رزقي. اتأخرت كده ليه؟ اصل لقيت الشغل ماشي قلت اشتغل. مش عارف حسني، حاسس اني تعبان، زوري بيوجعني وجسمي كله مهدود. البت نامت؟ البت خدوها. هو مين دول اللي خدوها يا حسنية؟ اهلها. ما تخافش، جه معاهم واحد من القسم. دي بنت دي جن مصور. كسرت الازاز وحرقت الوليه الغلبانه فتحيه. حرقت فتحية؟ والله زي ما بقول لك كده، كانت هتولعها لولا ربنا ستر. اعوذ بالله على العيال بتوع اليومين دول، طالعين شياطين. ما عدا ابننا يا اخويا، هربيه كويس واطلعه زي الفل ان شاء الله يا حسنية. ايه مالك؟ يا حسنية جسمي كله بيوجعني. طب تعالى معايا، تعالى. ايه هتعملي ايه يا حسنية؟ هدعك جسمك بالسبرت والخل واحط لك جورنال وهتصبح زي الفل وتدعي لي. ربنا يخليكي ليا يا حسنية. اديني ظهرك. اديني وشك بقى. ليه كل ده يا حسنية؟ علشان تعرق كويس يا حوده وتخف بسرعه. يلا يا حبيبي البس. اديني ستر. يلا ماشي. بعد الشر عليك يا روح قلبي. حسنية عينين حسنية. هاتي بوسة. حوده، احنا خلاص اتجوزنا يا روحي، والايام اللي بيني وبينك لسه جايه كتير، وانت ليلتي تعبان شويه. يا بنت بطلي المحاضرات والفلسفة بتاعتك دي. أنا كل اللي طلبته بوسة، أنا عارف إني تعبان، بس بوسة واحدة. بوسة تخففني مع الخل والتون والسبت اللي أنت حطاهم لي دول. عينيا الاتنين، بوستين مش بوسه.
حسنية حسنية. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه مالك يا محمود؟ لا ما تقلقيش، بس جسمي كله مبلول ميه، مش قادر اتحرك خالص. بالشفا ان شاء الله. هغير لك هدومك وتاكل طبق فول بالليمون وتنام لحد الظهر. بعد كده هتصحى وتبقى زي الحصان. خد غير هدومك على بال ما اشوف مين. مش مخبر ده اللي طلع عند محمود؟ ايوه. يا ترى في ايه؟ ليه؟ عشان البيت اللي كان لاقينا. غبت عليا كده ليه يا حسنية؟ ورق عليك من الاسم. من الاسم؟ خبيت كده ليه؟ يظهر عايزينك عشان تقفل المحضر بتاع البيت. صحيح. هتعملي ايه؟ الراجل اللي جاب لك الورقة هيطنشك ساعة، هديله 50 قرش. الاسطى محمود؟ ايوه يا بيه. النمرة 15 18 أجرة القاهرة، تبقى نمرة التاكسي بتاعك. مظبوط يا بيه. ملكك؟ ايوه يا بيه، من مشروع بنك ناصر. يعني لسه جديد؟ جديد، بقاله 5 اشهر بس. يعني لسه موكول في أقساطه؟ ايوه يا بيه. قول لي يا محمود، أنت بتشتغل بالليل ولا بالنهار؟ ساعات يا بيه، يعني حسب الظروف. امبارح كنت شغال بالليل طبعا. امبارح بالذات يا بيه اليوم كله، يعني ليل ونهار. خلصت شغل امبارح الساعة كام؟ أو يعني رجعت البيت امبارح الساعة كام؟ كنت في البيت حوالي الساعة 3 بالليل كده يا بيه. ما أنتش فاكر آخر واحد ركبته كان مين؟ لا يا بيه فاكر. اصل في حاجة حصلت كده، حادثة معينة يعني تخليني افتكره. حادثة؟ واحد زبون اداني 10 جنيه ونزل من التاكسي جري من غير ما ياخد الباقي. 10 جنيه بس؟ مش 20,000؟ 20,000 جنيه ايه يا بيه؟ ايه الحكاية بالظبط؟ شوف يا محمود، في بلاغ متقدم ضدك بنمرة التاكسي بتاعك، انك الساعة 2 بالليل امبارح خدت طالب ركبته اسمه مدحت ابو علم. طلب منك انك توصله الهرم، وفي السكة خدته في شارع ضلمة وضربته ضربة مبرحة. ضرب ايه يا بيه؟ ضرب جامد، وسرقت منه 20,000 جنيه وساعة ذهب ورميته على الرصيف. رجله الشمال مكسورة وكدمات شديدة، قطع رأسي حاد في فروة الرأس، فتح في أسفل الجبهة، وبعد كده ركبت التاكسي بتاعك وجريت. انا عملت كل ده يا بيه؟ امال انا؟ يا بيه ده انا راجل غلبان وعلى قد حالي. طب ده امبارح بالذات بقى انا كنت تعبان ومش قادر اسلب طولي. يبقى اللي متعور وراقد في المستشفى ده بيكذب. اكيد خد نمرة التاكسي غلط يا بيه. اللي انضرب هو اللي خد نمرة التاكسي وشافني انا اللي بسوق. وده اللي هنشوفه دلوقتي. هطلع المستشفى واخليه يشوفك، هو بيقول انه عارف شكلك. الحمد لله يا بيه انه عارف عشان يبان الحق. وديني ليه يا بيه؟ وهتعرف سعادتك ان الحكايه فيها غلط، لا مؤاخذه يعني. ده انا على بالي يا بيه ما اتحصلت على التاكسي. تمام يا فندم. جهز لي العربيه زي ما فهمتك، وخد الوسط ده عليهم لغايه ما اجي لك انا عشان نطلع المستشفى. امرك يا فندم. اديني وكيل النيابه. خليك وانت هنا. عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. اسمع يا مدحت، انت متاكد طبعا من شكل الراجل اللي كان بيسوق التاكسي اللي انت خدت نمرته؟ طبعا يا فندم، انا مش ممكن انسى شكله ابدا. يعني لو شفته تعرفه؟ تقدر توصف لي السواق ده يا مدحت؟ انا مش فاكر لون عينيه ولا لون شعره عشان كانت الدنيا ليل، انما لو شفته هعرفه، هطلعه من وسط ألف من غير ما اقدر اوصفه. انا عارفه كويس قوي. نجرب. مين في دول؟
هو ده تاني واحد ده. هو ده يا مدحت؟ لا يا فندم، ده تاني واحد ده اللي لابس كاسكته وكوفيه. هو ده اللي ما عندوش ضمير. انت تعرفني يا سعاده البيه؟ شفتني قبل كده؟ وانا كان نفسي اشوفك. حرام عليك تعمل فيا اللي عملته ده. هتروح من ربنا فين؟ انا عندي امتحانات ومفتري. ليه يا بيه؟ ليه بس؟ يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، انت ايه؟ ما عندكش ضمير؟ ما عندكش اولاد؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك يا اخي. ما عندكش اولاد، ما عندكش ضمير. مدحت، انت متاكد ان ده سواق تاكسي اللي انت بلغت عليه؟ ايوه يا فندم، هو. انت متاكد؟ متاكد يا فندم، متاكد. سجلت كل حاجه؟ ايوه يا فندم. طب مضيه. يا بيه ما تصدقوش، والله العظيم انا عمري لا شفته ولا اعرفه قبل كده. معاك فلوس يا ست؟ اتفضلي. كان مستخبي لنا بس فين ده يا رب؟ ايه يا اخويا؟ خير؟ فعلا 200 جنيه يا سيد. وماله؟ كفاله كفاله، انما فيها ضرر. قولي يا مرتا كريم. حاضر يا اخويا، امرك. الفلوس اهي. تعالي ادفعيهم في الخزنه يا سيد، ربنا معاك. الحمد لله. طب خد فوق. ماليش نفس الاكل يا حسنية. طب براحتك، بس ما تحرقش دمك، والحكايه ان شاء الله هتنتهي على خير. انا مش زعلان على حاجه، انا زعلان من التهمه اللي اتلزقت لي غلط. انا مش عارف مدحت ده ليه مصر ان انا منه لله، مسير الحق يبان، واحنا هنشوف لنا محامي، مش هنسكت. انت هتعيطي يا حسنية؟ وانا ليا مين غيرك يا محمود؟ طب وحياة النعمة دي لو حكمت ارجع لنصبة الشاي واشتغل ليل ونهار. وانت ذنبك ايه يا حسنية؟ انت مبقاكيش عروسة اسبوع. يا ربي، ده احنا تعبنا وشقينا على بال ما كونا نفسنا. والله انا ما عملت حاجة تغضب ربنا. والله والله العظيم وكل سنة عظيم. بس ايه؟ وحشتكش؟ مساء الخير. اهلا يا موسى، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. لا مؤاخذة يا ابني، أنا جيت أطمن على اللي سمعته ده. خير يا عم موسى، اهو نصيب. خرجت بكفالة والبنك سحب مني التاكسي. معلش يا ابني، شدة وتزول. ولاد الحرام كتير، لكن أنا سمعت إنهم بيقولوا إن الولد اتعرف عليك. انا هتجنن يا عم مسعد، عليا النعمة انا عمري ما شفته ولا اعرفه. شفتني بكذب قبل كده؟ أستغفر الله يا ابني، أنا مصدقك وعارفك وواثق إن ده ملعوب واتعمل فيك. اعمل لنا شاي يا حسنية. ماليش لزوم، أنا بس جيت عشان أطمن عليك. اسمع يا محمود يا ابني، بقى أنا بقيت راجل كبير وما أقدرش أشتغل على التاكسي بتاعي وقت كتير. ممكن بقى أشتغل أنا حبة بالنهار وأنت حبة بالليل.
وهي نوايا بتستزير لحد ما تخلص من اللي انت فيه. كتر خيرك يابا. كتر خيرك ده ايه؟ يا واد انا ما بعزمش عليك. انا بطلب طلب وانت تعتبره امر. امرك يابا. الحمد لله ريحتني. وادي نسخة بالمفاتيح. انا مش عاوز العربية الا من الساعة 9 الصبح للساعة 5 بعد الظهر. مساء الخير يا عم مصعب. يا احلى مسا يا بنت الاصول. احسن حاجه عملناها ان احنا فكرنا في الفكره دي عشان ما حدش يشك فينا. بس انا متغاظ من الست تغيظ، دخلت عليا ناعمه قوي، وشوفوا في الاخر عملت ايه. لازم تبطل قلبك الحنين ده يا مدحت. المره دي جت سليمه، المره الجايه يا عالم. جرايه مصطفى دول 20,000 جنيه. احنا كنا رايحين عميان يا مدحت، الحكايه باينه من اولها. لا يا صاحبي، انا كنت فاكر انها تعليقه، ما كنتش عارف انها توصل لكده. جرايه ابراهيم، الشاي ماله دلع كده ليه؟ سقسق نفسك شويه. حاضر هجيب لك سكر. حاضر. اسمع بقى انت وهو، الواد ابراهيم ده هو اللي ساعدني كويس قوي في الموضوع ده، فكل واحد بقى منا يطلع حته ب5 عشان الواد ده غلبان. انا ما معيش ولا ملي. انا فكرت لكم في موضوع التاكس واتصرفت، غير كده بقى ملياش دعوه. انا عايز اروح اذاكر. انتوا ايه؟ مش هتباتوا النهارده معايا في مصر الجديده؟ اي خدمه يا اسطى. مساء الخير. مساء النور. اوضه المريض مدحت ابو علم. اسال عليه الاستعلامات وهات 25 قرش. حاضر. اشكرك. الممرضات هنا ايه؟ حكايه. يا بختك يا دوحه، يا مساء الحراره. بس دي حرارتها عاليه قوي. لا بس خطوتها ايه؟ بن. مساء الخير. نعم، عايز ايه؟ انا كنت عاوز اتكلم. انت عارف لو ما خرجتش من هنا هطلب البوليس واقول انت كنت عايز تقتلني. ليه يا بيه بس كل ده؟ اطلع بره، اطلع بره احسن لك. انت ليك عين توريني وشك؟ امشي اطلع بره. طب اهدى يا بيه. ان شاء الله لما تروق كده انا هجيلك تاني. عن اذنك. سمحت يا اسطى، ما معكش مفتاح 14؟ لا معايا. العربية فيها ايه؟ مش عايز اطلب. ده ازاي؟ اخيرا يا مواد. مساء الفل. طب دور لي كده. لا يا بيه ما تحاولش.
ده انتوا مبهدلين العربيه خالص، ده وش السلندر ضارب. يا نهار اسود. طب هنروح ازاي؟ انتوا لا مؤاخذه رايحين فين؟ مصر الجديده. تحبوا اوصلكم؟ يا ريت. اتفضلوا. متشكرين يا ذوق. تشكر. عليا النعمة احنا في يوم من الايام هنروح في داهية من ورا عمال مدحت دي. يا عم سيبك، اللي يجي في الريش بقشيش. بس انا خايف البقشيش مرة ما يجيش على هوانا. ألف من ينقذنا، أنت ناسي ولا إيه؟ المهم إن احنا نتمتع بأيامنا شوية، الله، قبل ما نتجوز ونخلف ويبقى عندنا عيال. ولا إيه يا اسطى؟ مظبوط. سيجارة يا زوق؟ لا شكرا انا ما بدخنش. ماشي. بقول لك يا اسطى، أنت متجوز ولا لسه؟ انا متجوز الحمد لله. بس لسه ما خلفتش. والظاهر والله اعلم اني مش هخلف. ليه؟ في موانع؟ لا في، بس مش مني ولا من الست بتاعتي لا سمح الله. هي مشكلة كده واقع فيها بقالي يومين ومش عارف اخرج منها ازاي. الدنيا مليانة بلاوي يا اسطى، المهم انك تعرف ازاي تتواصل وتخليها تعدي. خليها تعدي ازاي بس؟ ده انا متهم في قضية اوانطة واحتمال اتسجن فيها. قضية ايه؟ ناس ولاد حلال متبلين عليا ومش عارف اعمل ايه. مش فاهمين. يبقى فاهمكوا بقى على رواق. انت وقفت بالعربية ليه يا اسطى؟ ما تخافوش. اتكل على الله يا اسطى وبلاش كلام فارغ، عايزين نروح. وانا كمان يا سعادة البيه عاوز اروح وانام بدري واستريح، وفي ايدكم بقى انكم تخلصوني. انت شارب حاجة؟ احنا مش فايقين لك. يا بهوات حرام. انا محمود ابو سعده سواق التاكسي اللي زميلكم مدحت ابو علم اتبلى عليه وقال ان انا ضربته، وانا والله العظيم ما عملت حاجه. انا عاوزكم تساعدوني، انا راجل غلبان غلبان بجد وعلى قد حالي. انا متجوز وعندي اسره ونفسي اعيش، وانتوا باين عليكم عارفين الحقيقه ويمكن كمان اشتركتوا فيها. انت باين عليك مش هتجيبها لبر الليله دي. ابوس ايدك يا سعاده البيه، صدقوني انا راجل غلبان وانتوا ممكن تساعدوني. انا واقع في قضيه انا مش قدها، وكيل النيابه قال لي كده وانتوا ممكن تنقذوني. اسمع، انت باين عليك راجل مجنون، اذا ما كنتش هتسوق وتوصلنا مش هيحصل لك كويس. عارف، عشان كده يا بهوات بطلب الرحمه. يوه، ده انت باين عليك بقى رايق وفاضي. يلا بينا يا جماعه نشوف تاكسي تاني. لا انا مش هسيبكم تنزلوا كده، لازم الاول اثبت حقي. انت عايز ايه بالظبط؟ عاوزكم تشهدوا معايا ان مش انا اللي ضربت زميلكم مدحت، وانا بكلمكم بالذوق اهو. ذوق وزفت ايه؟ انت خليت فيها ذوق. كل واحد يحاول ينط من العربية.
بعد كده هالسيل كفى الله الشر. محمود ما رجعش لحد دلوقتي. هو مش عارف بالتاكسي يا اختي؟ اصلك ما تعرفيش اللي حصل. ايه اللي حصل يا اختي؟ نوريني. هقول ايه وعيد ايه؟ دي عين مصابتنا، مش عارفه الناس ما بتسيبناش في حالنا ليه؟ لازم يقولوا. يا رب يا رب استرها يا رب. قومي يا اختي، قومي نخش جوه عشان افهم بس في ايه. اذا كنتوا زعلانين مع بعض تتدبر يا اختي. يا ريتنا كنا زعلانين مع بعض. دي مصيبه وحطت على التغيير احنا الاتنين. هو كان متجوز على حسنيه ولا ايه؟ يديك بنصيبه. عملناه ده يا مصطفى؟ مش عارف. اوعى حد يجيب سيره المدحت، اوعى. هو ده بس كل اللي انت خايف عليه، اوعى حد يجيب سيره المدحت، ما حدش يحاول يتهم تاني بحاجه، احنا عملنا كل حاجه سوا، فاهمين؟ يا مصطفى يا مصطفى، ما حدش يقول مصطفى انا زفت. انا من ساعه ما عرفت الواد مدحت ده وانا خلاص حياتي انتهت، مستقبلي ضاع. احنا هندخل السجن مع بعض، انتوا فاهمين؟ ما حدش شافنا، ربنا شافنا، يبقى له حساب تاني معانا. طب وبعدين؟ انا وخالد هنروح وما نحاولش نتصل ببعض اليومين دول لغايه ما الحكايه تهدى شويه. حكايه ايه بس اللي تهدى؟ انت قاعد تخطط؟ مش عايزين نلفت الانظار لينا اليومين دول يا مصطفى. انهي انظار؟ ما حدش شافنا ولا يعرف عننا حاجه، ولا شافونا واحنا بنركب التاكسي ولا واحنا بنضرب صاحب. يبقى ليه بقى المندبه اللي احنا عاملينها دي؟ بس اللي احنا عملناه من شويه يا عاصم الشيطان. يا فرحتي انا مروح. زمان ماما قلقت عليا وكمان البنت بتاعتي جايه تزورني. لو حد عايز يشوفني يتصل بيا في البيت بالتليفون، ها؟ وارجوكم هدوا اعصابكم شويه. لحد دلوقتي يا ست ما كانش فيه دليل انه كان في التاكسي. ربنا يخليك يا بيه. كان مستخبي لنا فين ده يا رب؟ كان مستخبي لنا فين؟ يا حاج التاكسي ده كان بتاع مين؟ كان بتاعي انا يا بيه، اديتهوله يشتغل عليه، كان ولد غلبان لا حول الله يا رب. لكن هو التاكسي اتحرق خالص. ايوه خالص. عليه العوض والله. بس بقى الله. ايه يا ست متاخديها وتروحوا دلوقتي؟ لو في حاجه حصلت جديده هبعت لكم. بس يا اختي بقى بس. قومي يا بنتي. بس يا مامون كفايه بقى هتموتي نفسك يا حسين. يا مامون قومي يا بنتي، قومي يا حبيبتي، قومي تعالى يا رب طب اسكت ما تحكيش حاجه تاني. انتوا ايه؟ ما عندكوش مخ؟ ما هو انت السبب يا مدحت. بقيت انا السبب؟ خالد قفل بقى على الموضوع ده دلوقتي. ابويا جاي يزورني، ولو عرف اي حاجه من المواضيع دي هيبقى نهاري اسود وليلي زي دماغي. الواد مصطفى وعاصم فين دلوقتي؟ مصطفى في شقته وعاصم في البيت. كنا اتفقنا ان احنا ما نقولكش لكن انا ما قدرتش. ما قدرتش؟ الله يخرب بيت اليوم اللي انا عرفتكم فيه. انا يا حبيبي. وديتي اكل لابو سعده يا جمالات؟ ايوه وديت له بس ما كانش لسه جه. خلي بالك منه يا جمالات، ده ولد غلبان وابوه الله يرحمه يا ما ساعدنا كتير. الله يرحمه. على العموم اطمن، الناس لبعضها. النهارده ما كانش فيه ميتين كتير. حكمته واسعه. قول لي، هو ابو سعده بيدور على شغل؟
الظاهر كده يا جمالات. ينوبك ثواب شغله معاك. والله فكره، لما هشوفه الصبح باذن الله هكلمه. يا ريت الله يخليك. ناولين الراديو من جنبك، خلينا نشوف اخبار الدنيا ايه. يلا. صحيت يا محمود؟ ايوه. جايبه لك الفطار. متشكر. ابو محمد عايزك تشتغل معاه. انا مش هشتغل تربي. هتقعد عاطل كده يا محمود؟ لا هشتغل. في واحد صاحبي بيدور لي على شغلانه، لو جهز ورقها اليومين دول هشتغل واقدر انفذ كل اللي في دماغي. والله ما انا فاهمه انت بتقول ايه. انت حر. هتشتغل بوشك المداري ده؟ 100 مرة قلت لها إن وشي مليان حبوب وإن جاي مصر عنده. ليه مصرة تسألني كل ما تشوفني؟ نعم. محمود لما ترجع هتلاقي جلابيه تغير فيها. متشكر. استجمالات. نعم. أنا يعني كنت محتاج 10 جنيه عشان يعني. طب افتح يا محمود بالدهان. الورد ده المدحت؟ ايوه. ولو سمحتي خليه يدلنا على الوصل ده. حاضر. ورد ليك يا مدحت. امضي بدلك؟ مين يا روحي؟ خدامك الامين محمود ابو سعده. مين؟ واللي جاب الكارت ده فين؟ واقف بره على الباب. هو رجع تاني؟ طب بلغ البوليس بسرعه. في ايه يا مدحت؟ ما هو ده الراجل اللي يدشدشني وكسر دماغي. ده راجل لابس جلابيه وتلفيح حوالين رقبته. استنى بس ما اشوفهولك. أنا بس نفسي أعرف عملتوا كده ليه؟ مش انا، دول هم مين؟ صحابك؟ مصطفى وعاصم وخالد. ساكنين فين؟ عاصم ساكن في الهرم فوق الومبي. هو اللي ايه؟ من حقك تخاصمني لكن مش من حقك فعوض فيك كتبني من حقك وانا بقول لكم لازم اسافر اسكندريه الصبح بدري، معايا 20,000 جنيه لازم ادفعهم للجمارك. يعني هنسهر ولا مش هنسهر؟ يا جماعه انا رايي ان احنا نسهر وننبسط وبعدين نوصل مدحت اسكندريه ونفطر هناك ونرجع بعد ما نخلص. تعجبني. الله، ده يا مصطفى، انت ناسي ان دي مش عربيتي، دي عربيه امي. يا اخي انت مش عايزين ناكل بقى. ايوه ايه ماما كل شويه ماما. خلاص انا معاك نسهر، بس بلاش بقى حكايه اسكندريه دي. خلاص يا مدحت احنا هنسافر معاك، بلاش الفقري ده. على الميراج يا اسطى.
مش اول مره. وراه يلا وراها يا اخي وراها. وبعدين مشينا وراهم بالعربيه لغايه ما وقفوا قدام بيت. اتكلم وبعدين أنا عايز الجثة تتشرح حالا ويجيني التقرير بسرعة. حضرتك أخت مدحت مش كده؟ ايوه. محمود أبو سعدة هو السواق اللي ضرب وسرق مدحت أبو علم. ومحمود أبو سعدة كان راكب التاكسي اللي اتحرق. واللي أثبت تقرير المعمل الجنائي إن مفيش آثار لجثته ليلة حريق التاكسي. وبوكيه الورد عليه كارت باسم محمود ابو سعده. يبقى اللي قتل مدحت هو محمود ابو سعده، رغم ان البصمات اللي على السكينه هي بصمات مدحت. يا فندم، من اقوال اخت مدحت عن اوصاف القاتل انه كان لابس جلابيه ولاسه كان مغطي بيها وشه، واحتمال انه كان مغطي وشه من اثار حريق او تشويه اللي هو ناتج من حريق التاكس. تمام كده يا فندم. بس في سؤال تاني، ليه محمود قتل مدحت؟ ده لو فرض انه قتله. تمام، ده معناه ان محمود بينتقم لشيء معين، ولو كان من مدحت يبقى مدحت هو اللي حرق التاكس، وعارف انك هتقول ان مدحت ما يقدرش يتحرك من مكانه. يبقى في عامل تاني يا فندم. تقصد عامل تضليل؟ اعتقد كده يا فندم. هنفرق، بس يبقى مين هو؟ وايه مصلحته؟ ولحد ما نتاكد من الافتراض ده يبقى مفيش قدامنا غير اننا نلاقي محمود، بما انه حسب المعلومات اللي عندي هنا ما ماتش. كويس. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. ليمني عليه بقى، هو فين؟ ده السؤال اللي انا جاي اساله لك. تسألوني انا؟ حرام عليك يا بيه، ده انا ست وحدانيه وغلبانه، عمري ما اذيت حد ولا عملتش حاجه وحشه لحد. وهو كمان يا سعاده البيه كان قطه مغمضه وحياه المصطفى. حسنية، انا مصدق كل حاجه، بس اللي قدامي قضيه. انا مش عارف اقول لك ايه، بس هي قضيه ومتلخبطه، واللي هيحلها جوزك محمود. يا ريت. يعني تقدري دليل يا بيه. تدوري لنا عليه وتشوفي لنا هو فين، ولو شفته وقابلته وعرفت منه كل حاجه ممكن يطلع براءه، انما لو اتاخر المساله هتتعقد اكتر. في راجل مات ومتهمين جوزك بان هو اللي قتله. لا يا بيه. بقول لك متهمينه، مجرد ظهوره ينفي التهمه دي عنه. شفتي ظهوره مهم ازاي؟ انا مش عارفه اقول لك ايه يا بيه. انا قالوا لي انه مات، ودلوقتي بتقولي انه عايش. تفتكر اللي بيموت بيرجع تاني؟ انا خلاص فوضت امري لله. انا خسرت كل حاجه قبل ما اكسب اي حاجه. لمصلحتك ولمصلحه محمود، لو شفتيه خليه يسلم نفسه، واذا كان مظلوم اوعدك اني هقف جنبه لاخر لحظه. ده وعد مني. ربنا يسمع من بقك يا بيه اني اشوفه وانا اقول له، بس اشوفه.
ودي ارقام التليفونات تلاقيني فيها طول النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد بيزور ميتين دلوقتي؟ مين؟ محمود؟ مالك كفل الشر؟ يا ساتر يا رب. الراجل ما يعيطش حتى لو ضاقت الدنيا في وشه وعنده ولاد وعيال هيموتوا من الجوع، برضه ما يعيطش. ما تعيش لوحدك يا محمود، عايش حد معاك. الوحدة وحشة، ممكن تخلي الواحد يتصرف أي تصرف، ممكن يقتل. كمالات أرجوك سيبيني لوحدي شوية. كنت فين يا ست لحد دلوقتي؟ خضتني. أنا عارفة إن أنت في يوم من الأيام هتموتني وتدفني هنا. كنت بجيب عيش عشان نتنيل نتعشى. ما تخافيش يا سفينة، ماما مش هترجع قبل ساعتين. خايفة يا عاصم. ما تخافيش، ما تخافيش يا حياتي، احنا مش هنتجوز. مين؟ انا ماما يا عاصم، افتح. انت لسه ما نمتش يا حبيبي؟ ابدا. اصل نسيت النضاره بتاعتي. عاصم، في بيض عندك في التلاجة، لو جوعت ابقى اعمل لك كام بيض. حاضر يا ماما. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. مين؟ أنا محمود أبو سعد اللي افتريته عليه وبهدلته يا كلاب. أنا ماليش دعوة. أمال مين؟ هم اللي خدوني على عمارة اللي الست ساكنة فيها. ما بلاش المغامرة دي يا جماعة. يا عم دماغك، إذا كانت هي اللي شاورت لنا إنهم إحنا نضيعها. أوه، إحنا مش هنخسر حاجة يا عاصم، يلا بينا وراهم. انزل يا باشا، أنت لسه هتفكر؟ هنعمل ايه؟ هنضرب الجرس، واذا لقينا حاجه مش لابد هنسال على اسم في الاونطه ونتكل. اتكل يلا. يا فندم، منزل الدكتور عبد الواحد؟ ايوه هو. اتفضلوا.
عايزين نمشي. وبعدين؟ وبعدين مدحت اصر ان احنا نقعد، اصله واد بايظ. انا عاوز اعرف انتوا عرفتوني انا ازاي؟ هقول لك. هقول لك. ارجوك حاول عشان خاطر. ما تخافش. انا زي ولادك. ما تخافش عشان خاطر. افتح يا عاصم، انا سهير. في حاجة بتربط الولاد دول ببعض. أبو سعدة ما بيقتلش كده عشوائي. يبقى لازم نرجع للحادثة الأولانية اللي بلغ فيها مدحت عن السرقة والضرب واتهم فيها محمود. أنا عاوز منك حاجتين. تدور لي على الواد ده بأي طريقة وتعرف لي عنوانه. وتراقب لي حسنية 24 ساعة. ما تغيبش عن نظرك دقيقة. رايحة فين يا حسنية؟ رايحة في داهية. داهية؟ يا عيني عليك يا حسنية. ده القتل الايام دي بقى على ودنه. يا راجل بطل اشاعات. لا انا باظ، حد عارف يربي حد الايام دي؟ هو في حد غاوي يرمي نفسه في السجن يا اخي؟ وما تتعامل بعاداتك. الو؟ ايوه؟ جاي على هنا؟ طيب هقابلها. خليها تدخل. مستني ايه؟ خليها تدخل. اهلا يا حسنين. اقعد. يا حسنين، ايه الاخبار؟ يا بيه وحياة النبي انا ما اعرفش حاجة. ده انا جاي اسأل حضرتك اطمن. اذا كان عايش دلوني عليه، واذا كان ميت بتتعبوني ليه؟ ده انا وليه وحدانية. شوفي، انا مقدر ظروفك كويس قوي، وعايزك تصدقيني زي ما انا مصدقك. انا عارف انك ما شفتهوش من الليله اللي اتحرق فيها التاكس، بس لازم تعرفي كويس قوي يا حسنيه انه قتل 2. وحياة ربنا لا يمكن. ده غلبان. من غير حلفان. حاولي تفهميني بسرعه. يقتل ويقتل مين؟ ويقتل ليه؟ هي دي الاسئله اللي بنحاول نلاقي لها رد. حسنيه، جوزك قال في تحقيق النيابه بتاع ضرب وسرقه مدحت ابو علم انه كان تعبان ليلتها. ده صحيح؟ ايوه يا بيه صحيح. رجع كان عنده شوية برد. دعكت له جسمه بخل وسبرته
وفضل نايم لحد الصبح. وحياة النبي ده اللي حصل يا بيه. قلنا من غير حلفان. حاضر. وبعد النيابة ما حققت معاه وخرجته بكفالة، قال لك ايه؟ كان بيعيط يا حبة عيني عليه، زي الطفل اللي مش لاقي اهله. وبعدين؟ كانت نفسيته تعبانة قوي، وصمم انه يخرج ليلتها. يروح فين؟ ما قاليش يا بيه. انا مش فاكرة ليلتها غير انه قال لي انه هيخرج يشتغل شوية. كنتوا بتحبوا بعض؟ احنا ملناش غير بعض. انا مقطوعة من شجرة وهو كمان. عندكم اولاد؟ احنا لسه متجوزين جداد يا بيه. حامل؟ باين كده. طب اشرب الليمون. والطفل ده مش محتاج انه يعيش مع امه وابوه؟ يا بيه انا ست غلبانة. يبقى لو قلت لي محمود مستخبي فين، انا هحل لك كل مشاكلك. والنعمة ما اعرف. انا قلت من غير حلفان. حاضر يا بيه، حاضر حاضر. حسنية، حقيقة أنا عايز أساعدك من قلبي. ألو؟ أيوه، أنا كمال. مين؟ اسمه إيه؟ مصطفى؟ طيب أنا جاي. حضروا لي العربية بسرعة. حسنية جبان جبان. ست جمالات، أنا آسف. وايه اللي عمل فيك كده؟ حادثة. وهتفضل كده على طول؟ يا ست جمالات، محمود ابو سعده عاوز يقتلك ليه؟ مين محمود ابو سعده؟ محمود ابو سعده سواق التاكس اللي صاحبك مدحت اتهمه بالضرب وسرقه الفلوس. يا بيه انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. اخر مره قابلت فيه مدحت امتى؟ كنت كل يوم معاه، حتى وهو في المستشفى. لحد ما اتقتل؟ قبلها ب3 ايام. ليه؟ ايه اللي ليه؟ انت بتقول انك بتبقى معاه كل يوم، اشمعنى ال3 ايام الاخيره؟ كنت بذاكر. لما كنت معاه اخر يوم روحت في تاكسي معاه انت وعاصم؟ ايوه. لا في عربيه عاصم. خلوها تروح. خليك هنا. يا بيه انت بس عايزني اقول ايه؟ لو ما اتكلمتش هخلي محمود يذبحك زي ما ذبح مدحت وعاصم. عارف محمود مين؟ ما قلت ما اعرفوش، هكدب؟ انت وعاصم ومدحت وما اعرفش مين تاني من صحابكم، وكان في خلاف بين مدحت ومحمود سواق التاكس. انت اكيد عندك فكره بالموضوع ده اذا ما كانش ليك يد فيه. 3 بالله العظيم ما في يد ولا رجلي كمان. تحلف ليه؟ انا ما بحبش الالفان ومن غير خفه دم. عشان تصدقني يا بيه. يعني بتكذب؟ انا عمري يا بيه ما اكذب، عمري ما اكذب. حضرتك تولع بيه؟ ما بشربش. قول لي بقى فندم، انت مش عايز تقول الحقيقه ليه؟ مفيش حاجه، بقول لك مفيش حاجه. يا بيه صدقني ارجوك تصدقني، مفيش حاجه. ايه ده؟ طيب خلاص. حصروا البيت كويس. الولد ده انا مش عايزه يموت. الولد ده هو الطعم الوحيد اللي باين لنا دلوقتي. انا جبت حسنية هنا علشان تشوف بنفسها وتسمع اللي حصل وتروح تقول لمحمود.
انا عندي احساس ان الولد ده كذاب. أنا في ورطة. قول. هتصدقيني؟ هكدبك ليه يا محمود؟ أنا بإني سرقت وقتلت. يا لهوي، انت شفتي بقى إنك مش هتصدقيني. انت تسرق وتقتل ليه؟ لا يا ست جمالات، والعيش والملح وغلاوة حسنية عندي. أنا مظلوم بس متورط جامد قوي. لا أنا عارف أروح يمين ولا عارف أروح شمال. أنيل من المحبوس. أنا كان نفسي أعيش. لما اتجوزت حسنية فكرت إن أنا هقدر أعيش. كان نفسي أعيش. عارفة يعني ست جمالات، اي خدمه يا بيه؟ انت بتشتغلي هنا؟ انا مرات ابو محمد الطربي. اصل في واحد قريبي من المنصوره قال لي انه ساكن هنا، هو في عنده كده والعياذ بالله مرض، ممكن تدليني عليه؟ ادلك على مين يا بيه؟ ما عندناش حد زي ما انت بتقول. اذا كان هو قايل لي انه ساكن هنا. لا يا بيه، انا موصله مره بعربيتي. يمكن تكون تراب تانية، التراب كتير وكلها شكل بعض. يمكن. عموما انا متشكر. خدمتك يا بيه، اتفضل اشرب شاي. متشكر يا ست. السلام عليكم. واقفه متسمره كده ليه؟ كان عايز ايه ظابط المباحث ده؟ كان بيسأل على واحد قريبه. تعال معايا. اهو. جمالات، أنا بحب مراتي يا جمالات. وهتودينا كلنا في داهية. انت فاكر نفسك ايه؟ انا جايباك هنا عشان احبك؟ انا بخبيك يا حمار. المباحث جت النهارده سألت عليك، وده معناه انهم بيدوروا عليك عايزين ياخدوك بملقاط. كنت فين وانت سارح طول النهار؟ ها؟ كنت بدور على مصطفى. مين زفت ده؟ هو ده اللي عنده بقية الحكاية. حكاية ايه؟ حكاية القتل والسرقة يا جمالات. ممكن اعرف الحكاية ايه بالظبط؟ حاضر يا فندم. حاضر. ها قال لك ايه؟ ابدا. قال له هيفكر وبعدين يبقى اتصل بينا. لسه هيفكر؟ يا ناس انا اعصابي تعبت خلاص، مش قادر استحمل الحبسه دي. ارجوكوا سيبوني اسافر، سيبوني اسافر.
بقول لك ايه، انت ممكن اعصابك تستريح وكل شيء يبقى تمام التمام لو قلت لنا محمود كان عايز يقتلك ليه؟ انت حر. نعم، ممكن ادخل؟ اتفضلي. عايزه ايه؟ اقعدي، انا جايه لك من طرف محمود. اسمعي يا ست انتي، انا مش ناقصه لعب باعصابي، وشغل المباحث ده مش عليا. انا ما اعرفش محمود راح فين، وما شفتوش من ساعه التاكسي ما اتحرق. انا عارفه. تعرفي المنديل ده؟ ولا والله العظيم انا جايه لك من طرف محمود. طب هو فين دلوقتي؟ ما اقدرش اقول لك هو فين. وانت ايه دخلك في الموضوع؟ هو عايش معاكي؟ استغفر الله، انا ست متجوزه وجوزك راجل شهم وبيحبك قوي. ما بقتش عارفه حاجه. انا مقدره ظروفك يا اختي وحاسه باللي انت فيه. الحكايه اللي بيحكيها جوزك لا ليها اول ولا ليها اخر. طب والعمل؟ العمل عمل ربنا قادر يفرجها من عنده. المهم ان محمود نفسه يشوفك وعارف ان انت متراقبه. تخرجي وتاخدي المراقبه وراكي. محمود معاه مفتاح، ترجعي هتلاقيه. حاضر. وعرفت منها عنوان مصطفى. ضابط المباحث خدها هناك عشان تقول لك. اطفي التلفزيون. والعلا خليكوا دي. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خليك هنا ما يغيبش عن عينك. يا فندم، انا متاكد يا فندم انه هو. طب ادي الاوصاف اللي انت شفتها القسم الفني. انا هقول لهم يعملوا نشره باوصافه. لازم الناس تساعدنا في القبض عليه. خليك معايا ثانيه واحده. الو، حولوه الخط على القسم الفني. حسنية، مالك بتترعش ليه؟ انا اصلي تعبانه يا بيه. ده انا ست غلبانه. الناس بقوا يعتبروني جار. حسنية، أنا عايز أخلصك من المأساة اللي أنت عايشة فيها. ربنا يكرمك يا بيه. أنا متأكد إنك عارفة جوزك مستخبي فين. شكلك بيقول كده. دي شغلتي وأنا أدرى بيها. احلف لك بايه؟ ما قلنا قبل كده مفيش داعي للحلفان. حسنية، لآخر مرة بقولك، قولي لجوزك إنه لو سلمني نفسه لحد بكرة الصبح لا أقف جنبه زي ما وعدتك، بس يسلم نفسه. لو قتل حد تاني مش هرحمه، ولا الناس هترحمه، حتى أنت كمان. أنا بديكي آخر فرصة عشان تبلغيه الكلام اللي أنا بقوله لك ده. فهماني طبعا، فهماني كويس، ها؟ اسمعي، بشرفي لو ما سلم نفسه قبل بكره الصبح لا اقبض عليه قبل بكره الظهر، مش اكتر، حتى لو كان في بطن امه.
اديها الفرصه انها توصل له، بس ما تخليهاش تغيب عن عينك. حاضر يا فندم. سيبنيش، خدني معاك. انا ماليش حد غيرك يا محمود. حسنية، اسمعيني كويس. مفيش حد في الدنيا دي كلها هيفهمني قدك. أنا مش عارف أعمل إيه، عشان مش عارف أنا عملت إيه. بس كل الكلام اللي بيتكتب في الجرايد ده غلط. أنا ما قتلتش، ما سرقتش. صدقك. أنت مصدقاني، بس الدنيا كلها بقت ضدي. لا، المستقبل اللي تعبنا فيه وبنيناه هدوه من غير ما يفكروا. عملوني مجرم من غير ما اعمل حاجه. الظابط بيقول انه هيساعدك. هيساعدني ازاي بس يا حسنيه؟ انا بقيت مجرم قدام القانون والناس. هو وعدني بكده. انا ما بقتش اثق في حد يا حسنيه. انا ما بقتش عارف حاجه. مش عارف اذا كنت عايش ولا ميت. محمود، ممكن كل حاجة ترجع لأصلها. مش في حالتي. وابنك اللي في بطني. ابني ايوه يا محمود. في بطنك؟ خلي بالك منه قوي يا حسنيه. سميه محمود. وانت عارف، خلي بالك من امك. هي هتربيك كويس عشان تطلع راجل شريف تقدر تحمي نفسك وبيتك. ما تظلمش حد، ما تخليش حد يظلمك. ابقي قولي له لما يكبر، قولي له ابوك راجل نظيف وما يستحملش الظلم. انت ليه بتحاول تلهي كل حاجة؟ انت لسه عايش. الدنيا مليانة عدل. بس انا بره العدل ده. الواد اتعرف عليا، واللي ماتوا انا في نظر الناس قتلتهم. انت ما قتلتش حد، ولو سلمت نفسك هيعرفوا الحقيقة، هيفرجوا عنك. كذب. انا صوري اتنشرت في الجرايد يا حسنية، وما بنشروش صور حد الا اذا كان مهم. يا مهم في الحكم يا مهم في الموت، وانا بقيت مهم. يلا يا حسنية، يلا علشان تاخدي المباحث وراكي علشان اعرف انزل. لا يا محمود، خليك معايا. يا ريت يا حسنية، كان نفسي اعيش معاكي، بس الظاهر محدش عايز. رد على التليفون. الو. ايوه يا فندم، ده لسعادتك. الو. ايوه كمال بيه. فين؟ حاضر يا فندم، هحصل سيادتك حل. مع السلامه يا فندم. حظك من السما، عرفوا المكان اللي مستخبي فيه محمود. اسمع، انا نازل دلوقتي حالا، هحصلهم هناك. انت اوعى تتنقل من هنا، فاهم؟ حاضر حاضر. بقول لك ايه، هسيب لك احتياط 2 مخبرين قدام العماره، ويمكن تسافر بكره. ونسافر ليه وانا ذنبي ايه؟ اسافر ليه وانا ذنبي. واسافر ليه وانا ذنبي ايه؟
المقوام عرفوا ان انا خلاص بقيت حر. والله العظيم هو مفيش حاجه في البلد دي بتستخبى؟ طيب مش معقول الممثل غبي. انا ما تموتنيش، انا هعترف لك على كل حاجه. انا عايز اعيش، عايز اعيش، هعترف على كل حاجه، هقول لك كل حاجه، هقول لك. انا بقى ممكن اتاجر فيه، لكن ابويا صعيدي غاوي موز. انا بقى ممكن اشتري كل انتاج ابوك واشتري ابوك كمان. لا لا يا حلو، لا الا ابويا، ما تقدرش على ابويا، ابويا مالي قوي. ليه عنده كام يعني؟ 3 ارانب وفرخه. انت شقي قوي يا واد. دي العيله كلها كده، الاشقياء. صاحبك كويس. ماشي. مدحت وهو خسران حاجه؟ ابوه بيغرف من البحر، ابوه تاجر اغذيه، بيستورد جبنه وجلوبيف وزيتون، وبكره كمان يستورد نسوان، بس مش هتطلع فاسده. كارت كمان. ماشي يا باشا. كمان 5000 جنيه. 5000 جنيه. انا بقى غلبان قوي، ماليش راي. يقولوا لي شمال اروح شمال، يقولوا لي يمين اروح برضه شمال. وجوزك سايبك كده بقى؟ فشر، ده انا اللي سايباه. حلو، بس مش خايف عليكي من الفتنه؟ الفتنة هي اللي مخلياها راكبة تحت رجليا. أعوذ بالله من دي شخصية، عندوش إلا الفلوس وأنا. وانا عندك فلوس؟ اخ، بس ممكن يبقى عندي. كارتين يا باشا. ماشي يا باشا. صمت. شايفه. فل. انا اكسب. طب ايه الحل بقى دلوقتي؟ دي مصيبة يا عاصم، احنا وقعنا في اعصابك عشان انتوا نصابين. امال يعني كنت فاكر نفسك داخل جامع؟ ريقت عمارة لغاية ما جابت داغك، كانت منشانة على 20000 باكو. والعمل العمل يا ناس. مدحت بقول لك ايه، مش عايزين نعمل مشاكل. لا لا يا صاحبي، ده انا اعمل ونص، هم مش قدي، انا قاتلهم الليلة. راح فين؟ راح فين يا مدحت؟ راح فين؟ راح اجيب حقي يا مصطفى. لازم نروح مستشفى دلوقتي. وهنقول لهم ايه بس في المستشفى؟ نقول لهم على اللي حصل. والفلوس؟ فلوس ايه بس، ده وقت فلوس. هنقول لهم ان احنا كنا في شقه عاره بيت عمر. امال هنعمل ايه يعني؟ هنسيبه يموت؟ يبقى مفيش غير انه كان بيعدي الشارع وتاكسي ضربه وجري. وانهي شارع ده بس اللي ما فيهوش ولا بني ادم؟ بس يبقى سواق تاكسي ضربه وسرق منه فلوسه ورماها على الرصيف، كده معقول؟ انه تاكسي، ومين اللي هيقول كده؟ هو. نقلف له غير نمر التاكسي ونخلص. انا عندي فكره اصغر. يا ولاد الكلب، حضرة الظابط، ضيعتوا مستقبل بني ادم علشان لعبه قذره لعبتوها. انتوا ايه؟ ما عندكوش دم؟ حرام عليكم، حرام عليكم. ليه يا اهاليكوا تسيبكوا كده؟ تحرقوا في خلق الله. ليه؟ لا، انا ماليش دعوه، ماليش دعوه. امال مال مين؟ مال امي؟ اللي زيكم لازم يتشنقوا.
علشان يبقوا عبرة لأمثالكم. انتوا ايه؟ ما بتغيروش؟ وهتغيروا من ايه؟ وليه؟ ما الفلوس في ايديكم زي الرز. ما انتوا شايفين غيركم اللي بيشقى ويتعب علشان يبني مستقبله لفوق مش لتحت. يا زبالة. حرمت بيه، حرمت. ما استفدناش حاجة والراجل راح في داهية. والله والله ودي أول مرة أحلف فيها لخليك بالقانون تكون عبرة للي يفكر يعمل زيك. ألو. أيوه. مين؟ جمالات؟ أيوه مظبوط. مظبوط. حضر لي قوة من الرجالة بتاعتك يستنوني في تراب الغفير. مش عايز محمود أبو سعدة يموت. حاضر. اللي يعيش يا ابني يا ما يشوف. خلي نفسك يا محمود، المكان محاصر، مفيش فايدة. ما عرفتيش مكانه بالظبط؟ لسه يا فندم، لكن احنا واخدين بالنا ومحاصرين المكان كويس قوي. طيب خلي بالك، اوعى حد يضرب عليك. يا بيه يا بيه يا سعادة البيه. سيبوها. ايوه يا جمالات. يا بيه ده راجل غلبان يا بيه، مش ممكن يكون هو ده الراجل اللي بيقتل، مش ممكن. طيب حاولي تساعدينا واوعدك ان انا هساعده. هو مستخبي في الحوش ده، انا هدخل واخليه يسلم نفسه. طب روحي. يبقى مصطفى القتل. قول لي ازاي سمعت ده طلعني من وسط الناس كلها؟ ازاي؟ هقول لك كل حاجه. السيجارة يا اسطى؟ لا تشكر ما بدخنش. انت مروح ولا ما بتشتغلش؟ الحقيقة كنت مروح، اصل زوري بيوجعني بقى اني هاخد برد. ساكن بعيد؟ في الطلبية. معلش انا مشواري صغير. هو اسم الكريم ايه؟ محمود ابو سعدة. عاش في الاسامي. تشكر يا امير. ايوه يا اسطى، عند الناصية دي. الف سلامة يا بيه. يا فندي، يا استاذ، باقي 10 جنيه. تعالى خد بقية 10 جنيه. معقولة ما ياخدش بقية 10 جنيه؟ هو حر، اهو رزقي. تعويض على اللي هيحصل لك. عملت ايه؟ الاوصاف ونمرة التاكس كله تمام. كله تمام؟ طب يلا بسرعة يا عاصم، يلا بسرعة.
مدحت نمرة التاكسي واوصافك، عشان كده طلعك من وسط المشبوهين. ليه؟ عملتوا كده ليه؟ هتقول الكلام ده للبوليس؟ قلته والله العظيم قلته. اطلع فوق اطلع.